سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم وصفه هذا الدولمه بالقرعه والبطاطا والزيتون. يا البنات تجي تهبل بالبنه. يلا مع بعض نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها يا البنات هي لافاس اللي راح نحشو بها البطاطا والقرعه تاعنا. كنت ديت الغيسيبيون تاعي، درت فيه شويه تاع لا فيون داشي، درت 2 مغارف كبار تاع روز يكونوا مفور، وقطعت عليهم حبه تاع البصل تكون صغيره كيما راكم تشوفوا، وضفت لهم شويه تاع المعدنوس، وتبلت الخليطه تاعي بشويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع راس الحانوت، وكسرت عليهم حبه تاع البيض. نفس المكونات تقدروا ديروهم بالبولياشي ولا دنداشي. خلط جميع المكونات مع بعض ورحت للخضره تاعي اللي كنت غسلتها مليح ونقيتها. حفرت القرعه والبطاطا في الوسط كما راكم تشوفوا بهذا الموس، وهذاك لوفون يا البنات انا ما نرميش، نديروه في ساشي كونجيلاسيون ونخليه في الفريجيدير كي ندير حريره ولا بويون نستعمله. ونكمل كامل الحبات تاعي كيما راكم تشوفوا يا البنات، نحشيهم كامل بالفيون داشي ونروحوا نخدموا لاصوص اللي راح نطيب فيها هاد الدولمه. انا هنا كنت خديت الطويجن تاعي لالا، درته فوق النار، درت له شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، وربيت له من الفوق سنينه تاع الثوم، وخليت الثوم تاعي يتقلى لي شويه في هذاك السمن والزيت. من بعد ربيت عليهم حبه تاع الطماطيش، قليتهم مع بعض. من بعد تبلت بشويه تاع الملح، فلفل كحل، شويه تاع راس الحانوت، درت العكري ودرت مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري، وخلط جميع المكونات تاعي مع بعض حتى تقلاو لي مليح. من بعد حطيت هذيك الخضره تاعنا اللي عمرناها بلا فيون داشي تاعنا، وتقدروا تستعملوا تانيك الطرشي، تقدروا تستعملوا الطماطيش تعملوهم بلا فيون داشي وديروهم في الدولمه. وانا هنايا في الاخير كنت زدت شويه تاع الزيتون ومرقت الطاجين تاعي وغلقت عليه وخليته يطيب. وهنايا كان قاعد لي شويه على فيون داشي، درتو كويرات وحطيته في هذيك الدولمه تاعنا باش يكمل طيابه مع الخضره. وهذا هو الشكل النهائي تاع الدولمه تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.